السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هعمل معاكم تورتة فانيليا بجيلي الفراولة وعليها كريز. تعالوا بقى اتفرجوا على شكلها اهو، من جوه كمان ومن بره. وتعالوا بقى نشوف الطريقة اهي، الشكل اهو. تعالوا نشوف الطريقة والمقادير. ده يا جماعة ربع كيلو سبونج، خد معايا 4 بيضات. لو كان البيض كبير هتحط 3 بيضات، ده بيض صغير فعشان كده حطيت 4. هنا كيسين فانيليا. اول حاجة بتنزلي بالبيض، ودوت معلقة صغيرة محسن كيك بتجيبيه من خامات الحلواني، وربع كوباية مية. وبعد كده ببدأ اول حاجة بضرب البيض والمحسن والمية مع بعض. وبعد كده بنزل بربع سبونج فانيليا، ده بتجيبيه برضو من خامات الحلواني، حاجات اللي هو بيبيعها خامات الحلويات. بيبيع دقيق سبونج جاهز، ده شامل البيكنج باودر والسكر والدقيق. بنضيفهم بقى على بعض زي ما انتم شايفين كده، ونستمر في الضرب حوالي 20 دقيقة. وطبعا هتعملي تورته لازم المضرب الكهربائي، لان مهما يعني تضربي بايدك مش هيديكي نفس النتيجة بتاعت المضرب. بقعد اضرب حوالي 20 دقيقة. هنا خلاص شايفين المفروض تبقى عاملة ازاي. هنا هو طبعا انا عملتها هنا هوت في حلة، لازم تكون الايد طبعا ألمونيا لانها هتخش الفرن. ده الحلة دي مقاسها 18 بس، تخبطيها كده خبطتين بساط كده. وطبعا انا مشغله الفرن من قبل ما ابدا اعمل الكيكه. دخلت قعدت بالظبط نص ساعه وطلعت طريه اهو زي ما انتم شايفين. انا هسيبها بقى تبرد كده ساعتين. هحضر الكريمه هنا. خدت كوبايه كريم جانتيه خام مفهوش سكر، عليه نص كوبايه سكر بودره، وعليه كوبايه ميه. بس انا مش هنزل بكوبايه الميه مره واحده، شويه لحد ما سمك الكريمه يبقى مظبوط معايا. هنا انا حطيت شويه لحد ما عاوز اشوف لو الكريمه محتاجه هحط لها شويه كمان. ما ينفعش تدلقي كميه السائل مره واحده، الكريمه هتبقى خفيفه جدا منك لحد ما تشوف السمك اللي انت عايزاه. وانت مستمريه طبعا في الضرب على اعلى سرعه. انا هنا لقيتها محتاجه حطيت لها بقيه الكوبايه. هي كده خدت معايا كوبايه ميه. متنسوش اللايك يا جماعه والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، او تقلبي كده اهوت الكريمه مش بتنزل خالص. هنا بردت الكيك بعد ساعتين كده اهوت. ببدا بقى اقطعه، حاجه نضيفه في البيت وموفره وانت اللي عاملاها بايدك. طبعا يا جماعه القشره دي مش محروقه، ده عادي بالنسبه للسبونج، لازم يحمر كده معاكي عشان يستوي من جوه. عادي احنا بنقشرها عادي مفيش مشكله، ده حاجه لبيتك ولولادك. حتى الطبقه اللي من قدام دي كده هشيلها هي بتبقى قشره بسيطه. عملت 3 طبقات ما شاء الله من ربع كيلو سبونج.
هتعملي احلى تورتايه وسهله، ما خدتش وقت معايا. قومي جربيها، جيبي مقاديرها زي ما انا عاملاها كده. انا هنا كنت عامله في البيت فراوله، مربى فراوله، فانا خففتها بالميه عشان اسقي الايه الكيكه، عشان اسقي بيها الكيكه. وبعد كده ضفت الايه طبقه الكريمه. الحشو ده بقى يا جماعه براحتك، اللي انت عايزه تحطيه فيها حطيه. ممكن هنا تحطي مكسرات، حطي فاكهه براحتك. انا هنا اكتفي بايه، بمربى الفراوله اللي انا قلت لكم عملتها في البيت. سهله جدا مربى الفراوله. وبعد كده هعمل الطبقه اللي بعد كده اهوت زي ما انت شايفه. برضو هسقيها بالايه، بمربى الفراولة اللي انا مخففاها بالمية، واضيف عليها بقية الكريمة وتسويها. انا كنت الاول بشيل الاطراف بتاعه الكيكة، بس انا بقى ايه المرة دي سايباها. ده برضو براحتك، عايزة تقشري الاطراف قشريها، مش عايزة خلاص. هي عادي برضو بتبقى طعمها كويس، مفيهاش حاجة. هنا ضفت اخر بقى طبقة، وهغطيها بالكريمة زي ما انت شايفة كده. انا هنا حطيت الكريمة في كيس، وبعد كده حطيتها في كيس الحلواني عشان يسهل ايه عليا وانا بنزلها من القمع. طبعا بتنزلي الزيادة على جناب التورتة زي ما انت شايفة كده علشان توزعي الكريمة. انا هنا حاطة طبق علشان اقدر الف القعدة براحتي. حطيتها بقى في التلاجة شوية، وبعد كده بدأت اعمل الوردات ديت زي ما انت شايفة، وردات بالكريمة. التزويق طبعا يا جماعة كل واحد وايه ومزاجه، والشكل اللي يعجبه يعمله. هنا جبت جيلي فراولة برضو وايه وضفته كده على الحروف عشان لو في زيادة تنزل بتعمل منظر برضو. حواليها بقى، وهنا في النص كمان كنت هحط مربى فراولة، بس انا اكتفيت بالمربى اللي انا حطاها في ايه داخل التورته ما بين الطبقات. فقلت احط على الوش جيلي فراولة لان عايزه اخليها انا ايه تورته فراولة كلها على بعضها. وهنا حبيت بقى ايه ازوقها، زوقتها بكريز، ممكن تزوقها ببندق، ممكن بشوكولاته، باي حاجه براحتك. انا كان عندي كريز رحت حطيتها عليها. بس في بقى ايه حتت كده مفيهاش كريمه بالجنب اظبطها، وده الشكل النهائي ليها اهيت. قومي بقى جربيها واكتبي لي في التعليق بقى. هقطعها اهي اوريكي ايه، هوريها لك من جوه. جميله وهشه، والكيك من جوه ابيض زي ما انت شفتيه، كان جميل جدا فيها. ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وياريت تفعلي الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.